انا عندي مشكله. لما باجي اكل ببقى محتاج اتفرج على حاجه منطقي، اكتر حاجه سهله من غير ما اقعد بقى افهم ادور كتير بقى واتسحل في حوارات والاكل يبرد. اتفرج على شورتس على اليوتيوب، اتفرج على تيك توك، اتفرج على ريلز على انستجرام. اي حاجه بقى، فاهم؟ دوبامين بقى، لازم دوبامين دوز بقى، فاهم؟ بالتلازينة عشان اعرف اركز. بس في مشكله صغيره كده، الكسل وصل معايا لحته يعني وحشه قوي، لدرجه ان انا حتى وانا باكل مكسل احرك ايدي واجيب الريل او الشورت اللي بعده. ساعات مثلا ابقى باكل اكله حرشه كده بقى، فاهم؟ وايه، ايدي مش فاضيه ومش عايز الغوص الدنيا، واللابتوب او البي سي الماوس بقى يزيد الدنيا تبوظ مني. هي دي مشكله عبيطه بس كبرت في دماغي. ليه محلش المشكله دي؟ ف كديفلوبر قد الدنيا قررت ان انا احل المشكله. حل بقى المشكله ازاي؟ عملت سكريبت بيقلب الفيديوز او الريلز، تيك توك، انستجرام، شوف انت بقى عايز تسميها ايه. في نفس الوقت اعرف اقعد اكل بمزاج، مكيف ومرضية وكل بون. الخطة كالآتي: لما بتفرج مثلا من على البي سي بقلب الشورتس بالداون ارو، فمن الاخر محتاج ادوس عليه من غير ما ادوس عليه. بسيطة. بس مش ده اللي انا عايزه. بس انا محتاج ستيمولنت، محتاج تريجر، محتاج حاجة معينة تخلي الداون ارو يتضغط عليه لما الحاجة دي تحصل. فانا محتاج حاجة، حركة بسيطة اقدر اعملها تبقى هي التريجر دوت او الستيمولنت ده، عشان ادوس الزرار بوم، قنبلة جمدان ضربت في المكان، قاعد باكل مبسوط، الدنيا رايقة، وفي نفس الوقت بقلب في الريلز في الشورتس ايا كان اسمها ايه. طب اعمل ايه، اعملها ازاي، فكرة بوم البوم. هنستخدم الكاميرا. تقول لي ازاي؟ اقول لك ماشين ليرنينج. كل حاجة دلوقتي بالاي اي والماشين ليرنينج، حتى الكاسة. فهنستخدم موديل بتاع جوجل يخلينا نقدر نشغل الموديل ده عندنا لوكال على الجهاز، يعني من غير ما نبقى محتاجين ان احنا نشتغل على السيرفر بتاع جوجل ولا محتاجين نت. وده طبعا مهم ليه؟ لان احنا في مصر فالنت ما بيبقاش احسن حاجة. فانا مش عايز النت يتقل وانا قاعد بتفرج على شورتس تعلق، فمرار طافح يعني. فهنستخدم الموديل ايه؟ لوكال. هنستخدم ميديا بايب بتاعت جوجل. فالموديل ده اوريدي جوجل عملت له تريننج على آلاف الناس، فاحنا هنستخدمه وناخد اللي هم وصلوا ليه على الجاهز وودي يا معلم. دلوقتي بقى ايه؟ في طريقتين ممكن يتعمل بيهم القصة دي. الطريقة الأولى، أعمل حركة بإيدي مثلا وأخلي الموديل يتريجر إن هو لما يعني يغير الشورت أو الريل أو كده، لما يدوس على ايه، يدوس الداون ارو لما أنا أعمل حركة معينة. الموديل نفسه بقى بيفهم حركات الإيد عن طريق حاجة اسمها لاند ماركس، اللي هي شبه النقط موجودة على الإيد. فبشوية حسابات كتير ساعدني فيها شات جي بي تي، بحسب المسافة ما بين اللاند مارك اللي في ايدي والجزء اللي في الكاميرا من فوق، واشوف المسافة دي قد ايه. لو المسافة اتغيرت اكتر من حاجة معينة حاططها في الكود، يقلب الريل. دي الطريقة الاولى، والكود بتاعها هيبقى في الديسكريبشن على جيت هاب. الطريقة التانية نفس الموديل بكل بساطة، بس نستخدم الوش. هنعمل نفس القصة بالظبط اللي عملناها مع الايد، بس هنحسب المسافة من اول الدقن لفوق، بحيث اني احرك راسي هوب الريل يتغير. واستخدمت باي اوتو جي يو اي عشان يضغط على الزرار ده، بيعمل دي لايبرري بتعمل انتراكشنز زي ان انا ادوس زرار، كليك، اعمل اي حاجه. واخيرا الاجمل بقى، استخدمنا لايبرري الويب براوزر عشان تفتح الويب براوزر على طول من غير ما انا حتى اضطر ان انا افتح تيك توك او يوتيوب او انستجرام. فهيفتح هو على طول الويب سايت ويبدأ ان هو ايه، يستناني ان انا اسكرول. بس عملت شورت كات من السكريبت دوت في اي وقت انا حابب اكل، آه عايز اعمل اي حاجه وفي نفس الوقت مكسل، اران السكريبت وبس كده. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.